واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد صحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتزينها ليها. انا عايزك تكبر في عينيا وتوفي النذر اللي عليا، انا عايزك. هم اللي علمونا الخط. طبعا احنا عندنا مدرسه الخطوط السنه دي كل سنه بنعمل معرض على اساس اعمال الطلب، فكان شويه مشاكل كده ما عملناش معرض بتاع فقام بالمعرض الاستاذ حسان هو المشرف الفني بتاع المدرسه. الاستاذ حسان هو ده هو اللي قام بالمعرض حسوكه، يعني هو الشغل حسوكه هو اسمه حسان. فطبعا المعرض ده عمل فيه مجهود يعني صراحه، هو في اعمال ثلث طبعا جميع الخطوط، وفي خط خطوطي مشي ابو صفا عارفين الحاجات دي طبعا بالنسبه للمعرض. وفي بارز برضه، في بارز بشار الحركه وعمل مجهود صراحه. هو بالنسبه للوحه دي ده اسمه مدير الاداره التعليميه بتاعتي، اسمه مدير الاداره التعليميه الاستاذ هاني على صفا السويدي، مدير اداره الجزء التعليمي. فهو طبعا ايه شبهه بالسيف اللي قطع البيروقراطيه والروتين اللي هو الثعبان يعني بالخط. وفي لوحات ثانيه برضه كانت في واحده مدير الاداره برضه عامله اسمها شمعه لولا كده جميله جدا، بس جوزها غنى وهي كانت على اصحاب لا ده ظل هو الناس الظل وبعدين يعني كربون الرباعي كربون الثاني انا بروح حسين زي فاحنا كان في مشكله معانا زي ما تقولي ما حصلش